لو بتربي فراخ او بط في المنوفيه وكل مره تشتري علف وتطلع النتيجه مش عاجباكي، اسمعي الفيديو ده. هقولك على احسن انواع العلف اللي شغالين بيها المربيين في المنوفيه دلوقتي، وطريقه التقديم بتفرق في الوزن، ومش هتصدقي الفرق اللي هيحصل بعد اسبوع. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. نبدا كلامنا بالصلاه والسلام على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه نلفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعه لنا يوم القيامه. متابعيني حبايبي بيبعتوا لي رسائل وبيسالوني، وانا ما اقدرش اتاخر على اسئلتهم ابدا. اي حد هيسالني اي سؤال هعمل بيه فيديو فورا عشان اوضح، لان هي بدل وثقت فيا وسالتني انا هجاوبها بكل مصداقيه، وهحاول اجيب معلومه لو هجيبها من اخر الدنيا عشان اجاوبها عليها، بدل هي وثقت فيا وسالتني. متابعتي حبيبتي بتقول لي ان هي عايزه تعرف انواع العلف اللي موجوده وهي من المنوفيه، وازاي تقدم لهم العلف، وامتى تغير العلف، وكل حاجه عن العلف يعني. فانا هجاوبها النهارده بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو ده عن كل حاجه هي سالت عليها، لان هي من الواضح ان هي اول مره بتربي. ربنا يوفقها يا رب ويحسن ما بين ايديها. طيب، احسن انواع علف للفراخ البيضاء. هو عموما انا هقول لك احسن انواع العلف اللي موجوده في المنوفيه عموما. اولا في المرحله الاولى للفراخ او للبط او لاي نوع بيبقى لسه صغير، بنستعمل بادي 23%. بيبقى مكتوب كده على شكارة العلف بادي 23% بروتين. بيستعملوه من عمر يوم لعمر 18 يوم، وبعد كده بنغير، بس طبعا ما بنغيرش بطريقه مفاجاه. مش مثلا يوصل عمر 18 يوم يبقى يوم ال 19 تروحي مغيره العلف، لا. هقول لك ازاي نغيره، بس هقول لك في المرحله الثانيه بنستعمل نوع تاني اسمه نامي 21%، ولازم تقري اللي موجود على الشكاره كويس جدا علشان ما حدش يديكي حاجه مش مظبوطه. نامي 21% دي المرحله الثانيه، بروتين من عمر 19 يوم لعمر 35 يوم او لعمر حد الذبح. في نوع ثالث اسمه ناهي، بس ده السموم فيه عاليه جدا، واغلب اللي بيربوا فراخ مش بيستعملوه، لان السموم فيه بتبقى عاليه جدا، ممكن تدمر الفراخ عندك بعد ما تكون وصلت عمر 35 يوم باوزان كويسه، فانت مش محتاجه ان انت تستعمليه اصلا. احنا بنمشي بالنوعين دول، البادي والنامي. طيب، ايه احسن انواع العلف اللي موجوده في المنوفيه؟ في كذا نوع. في القاهره للدواجن والوطنيه، ودول افضل انواع في التحويل والمناعه، بس طبعا سعرهم غالي شويه. يعني لو حسيت ان هم غاليين عليكي بلاش منهم. ممكن نجيب نوع تاني اسمه الايمان، والايمان ده انا جربته تجربة شخصية. الايمان ده نوع كويس جدا، مع ان انا مش من سكان المنوفية بس هو موجود في الشرقية هنا كتير جدا، واغلب المربيين بيربوا بيه. سعره وجودته كويسين، بس انت لو امكانياتك تسمح وعايزة احسن نوع، يبقى احسن نوع موجود في المنوفية عندك القاهرة للدواجن والوطنية. طيب، القاهرة للدواجن والوطنية دول جودتهم عالية بس سعرهم غالي. كتير من الناس بيرشحوه للبلدي وللساسو، يعني انت لو بتربي بلدي وساسو يبقى تجيبي ايه؟ القاهره للدواجن والوطنيه. طيب، علف الايمان. علف الايمان منتشر فين؟ منتشر في اشمون وفي منوف وفي الباجور، منتشر في البلاد دي، منتشر كمان في الشرقيه سعره متوسط وتحويله كويس جدا. طبعا هو هنا عندنا في الشرقيه برضو سعره متوسط وتحويله كويس جدا، وانا بستعمله وصورت اكتر من فيديو قبل كده، وقلت انا بستعمل علف الايمان، وغيرت الانواع تانية ورجعت تاني لعلف الايمان. طيب، في علف تاني، علف اسمه علف النور والبركه. ده شعبي موجود في مراكز المنوفيه، سعره ارخص شويه، بس لازم تتابعي معاه التحويل. يعني لو ناويه تجازفي وتجربيه عشان هو ارخص شويه، هتشوفي الفراخ هتتحول معاكي ولا لا. لو ما تحولش يبقى لازم تغيري فورا. وفي علف الوادي. علف الوادي ده كويس للبط وللرومي كمان، ممكن تجيبيه لو انت بتربي بط تجيبيه، وللرومي للناس اللي بتحب تربي الرومي. في برضو نوع تاني اسمه علف المصرية الهولندية، ده للكتاكيت من عمر يوم، ده بيخلي مناعتهم قوية جدا. طيب، ايه احسن نوع علف في المنوفية حسب تجارب الناس اللي جربت، وسألت كذا حد وقال لي قال لي للبلدي الرزي والساسو استعملي القاهرة للدواجن الوطنية، هم افضل حاجة في التحويل والمناعة. لو هتتربي فراخ بلدي رزي وساسو بيحولوا معاهم كويس جدا. بعد كده يجي الايمان، زي ما قلت لك سعر وجودة كويسين جدا، وده عن تجربة شخصية زي ما قلت لك قبل كده. طيب، لو هتربي بط مسكوفي ومولر، انا ربيت يا جماعة البط المسكوفي والبط المولر، يعني حاجة جميلة بجد، حاجة جميلة جدا. الفرق بين البط والمسكوفي المولر فكروني في التعليقات، ابقى اعمل لكم بالفيديو واقول لكم الفرق بين الاثنين، لان انا ربيت البط المسكوفي وربيت المولر، والاثنين كان نتيجة هايلة الصراحة. طيب، لو هتربي بط مسكوفي ومولر استعملي علف الوادي وعلف القاهرة للدواجن، لان البط عندهم يعني ايه، حاجة مخصوصة كده بيخلي البط يشيل لحم بسرعة،
فلو هتربي بط مسكوفي ومولر يبقى عندك الوادي والقاهرة للدواجن عشان يشيل معاكي لحم بسرعة. كده انا بقولت لك على كل انواع العلف اللي انا عرفتها في المنوفيه. طيب انت تيجي بقى تغيري بقى نوع العلف من الفراخ لما يوصلوا عمر 18 يوم تروحي في اليوم ال 19 على طول حاطه لهم العلف النوع التاني اللي بعده؟ لا طبعا، لازم تخلطي العلف الاول لمده 3 ايام. يعني هيفضلوا مثلا من عمر 15 يوم لحد عمر 18 يوم بتخلطي لهم العلف، او لو عايزه حابه تبداي من عمر ال 18 لحد العمر ال 21 بتخلطي العلف. تمام. هتخلطيه ازاي؟ هتحطي التلتين بادي اللي هو اللي انت بتستعمليه في المرحله الاولى من عمر يوم، والتلت من الجديد من اللي هو النامي، وبعد كده تفضلي على كده اليوم الاولاني. اليوم التاني تحطي النص والنص، النص بادي والنص نامي. اليوم الثالث هتحطي التلت بس بادي اللي هو المرحلة الأولى، وتلتين نامي اللي هو المرحلة الثانية. وبعد كده في اليوم الرابع هتبتدي تحطي العلف المرحلة الثانية اللي هو النامي على طول. ساعتها الفراخ تكون استقبلت العلف بشكل كويس علشان الفراخ ما تاخدش صدمة ويحصل لها إسهال. طب لو لا قدر الله حصل إسهال، على طول تجيبي علاج للإسهال من البيطري وتديه لهم. بيبقى العلاج ده 3 ايام. بعد كده بقى طول اصلا الفتره من بعد عمر اسبوع وانت بتبتدي تحطي للفراخ وصفات وخلطات تحميهم من كل انواع الاسهالات. اهم وصفه فيهم هو خلطه الشيح والشاي بليمون. الشيح بنغليه ونحطه للفراخ 3 ايام ورا بعض كل اسبوع، بتحميهم من اي نوع اسهال. وممكن تفضلي من غير ما تجيبي علاج تعملي وصفه الشيح دي على طول. الوقايه خير من العلاج. لو اتبعتي كل الوصفات والخلطات المفيدة للفراخ اللي ترفع مناعتهم وتحميهم من الإسهالات، تحميهم من الكوكسيديا والكوليستيريديا بالوصفات وبالخلطات، مش هتحتاجي تستعملي أي علاج. أنا شعاري في تربية الفراخ وفي كل فيديوهاتي تربية الفراخ بالأعشاب، تربية بيتي بالأعشاب. يعني مش بحتاج للدواء إلا في الضرورة القصوى لو الموضوع يستاهل دواء. بس طبعا ما تسيبيش الفراخ يوم واثنين وثلاثة تعبانين وبعد كده يهلكوا منك وتيجي تقولي أنا مش عايزة استعمل دواء، أنا عايزة استعمل أعشاب. لا، لقيتي الأعشاب اللي انت بتستعمليها عملتيها وما جابتش نتيجة، ما بقيتيش تحسن من أول يوم، يبقى على طول تجيبي علاج. وخصوصا لو الفراخ عمرها صغير. احنا بنلجأ للأعشاب في أغلب الوقت وما بنحبش نستحمل علاج لما تكون الفراخ عمرها كبير زي ما انتم شايفين كده، فبحاول أبعد عن العلاج خالص إلا إذا اضطريت ليه. لكن في إسهال حصل في أثناء تغيير العلف، أحسن حاجة إنك تجيبي على طول علاج للإسهال وتتبعي معاهم الوصفات وتخلي بالك منهم، هتبص تلاقي الدنيا ماشية معاكي زي الفل. لو الفيديو عجبكم ادوني لايك حلو كده منكم، واكتبوا لي في التعليقات بتاكلوا فراخكم ايه علشان نستفيد من بعض، واشتركوا في القناه علشان نشوف الفيديو اللي جاي مع بعض هيكون ايه. واي تعليقات اي اسئله اكتبوا لي في التعليقات وانا اجاوبكم عليها فورا بفيديوهات موضحه وشرح تفصيلي ومعلومات اكيده ومصداقيه يا جماعه. في قناتي هتلاقوها عندي، مش هتلاقوها عند اي حد تاني. يا رب يكون فيديو عجبكم. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.